ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحه وعافيه وخير. عندك فرخه وعايزه تشويها بس في نفس الوقت عايزه شويه شوربه؟ شوفي الطريقه دي هتعجبك قوي. وكمان هعمل لك طاجن باميه حتى لو ما عندكيش لحمه، بطعم في منتهى الجمال. هنعمل النهارده فطار سهل بسيط كده، ما فيهوش اي حاجه خالص، لكن طعمه حلو جدا. فطار مصري تقليدي 100% زي ما بيقولوا كده. ولادي قالوا لي كده، قالوا لي ايه الفطار التقليدي قوي ده؟ وشوية شوربة لسان عصفور بألف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين ايديكم. لو أول مرة تشوفيني بقى، أنا سميرة ده وده مطبخي. ما تنسيش تتابعيني على قناتي وتفعلي الجرس على الكل عشان إن شاء الله فيديوهاتي الجديدة توصلك. هنسمي الله ونشوف هنعمل ايه على طول. أول حاجة الفراخ المسلوقة دايما بتاعتي بجيبها بغسلها وانضفها، وببشر عليها بصلاية وشوية فلفل أسمر 10 دقايق كده، يعني أنقعها كده 10 دقايق. أغلي المية كويس، بعد المية ما تغلي أنزل فيها الفراخ بتاعتي. انا هنا عندي فرخه وعندي وركين، يعني فرخه ونص. انتي بقى اعملي اللي يناسبك وعلى على حسب اسرتك. وطبعا حطيت الكبده والقونصه وهنسيبها بقى تتسلق. هحط طبعا بقيه البصل اللي كنت فرماه على الفرخه، وببقى مدخله في بطن الفرخه شويه بصل كده بيدوا طعم حلو قوي. تمام كده. هحط بقى الملح، واحط قرن فلفل اخضر، طماطمايه الموجوده عندك وتحبي تنكهي الفرخه بتاعتك بيها، مفيش اي مشكله خالص. بصوا حتى دي نص طماطمايه، كمان كانت طماطمايه كبيره حطيت نصها، وقرن فلفل وورقتين لوري، وواحدتين من الحبهان او 3 كده الموجوده عندك. ولو ما عندكيش حاجه خالص، البصلايه المبشوره وشويه الفلفل الاسمر يغنوا عن كل حاجه. طبعا بعد شويه كده بقلبها، لازم تقلبي الفرخة عشان تستوي، الصدر بتاعها ما يبقاش ناشف ويبقى دايب كده ومستوي حلو. طبعا في واحدة ممكن تطلع دلوقتي تقولي يعني هو مفيش واحدة بتعرف تسلق الفراخ؟ في بنات صغيرة لسه ما بتعرفش تسلق الفراخ ولا تتعامل مع الحاجات دي ازاي. اللي بتعرف برافو عليها وشاطرة وربنا يديها الصحة وتعمل كل حاجة حلوة، والبنوتة اللي لسه صغيرة هي دينا بنعلمها. بصي بقى تاخدي احلى شوية شوربة من الفرخه بتاعتنا دي. بصوا الشوربه بتاعتها حلوه وجميله ازاي. بالراحه بقى وتسمي الله كده وتطلعيها، تصفيها كويس من الشوربه، بس تسيبيها تبرد شويه قبل ما تطلعيها. وصفيها بقى كويس وهنحطها في الصينيه بتاعتنا كده. احنا فراخ مسلوقه عاديه خالص مفيش اي حاجه. هنحطها في الصينيه اللي هندخلها الفرن، وهنجيب معلقه من معجون الطماطم او الصلصه المعلبه. هنعمل لها كده تتبيله بسيطه تغير لك طعم الفراخ المسلوقه خالص. ومعلقه كبيره من الزيت، شويه صغيرين من الكمون، وشويه ملح صغيرين، خدوا بالكم احنا مملحينها، وشويه شطه، طبعا الشطه اختياري، وشويه من بهارات الفراخ لو موجودين. لو مش موجودين ممكن تحطي كاري او سنه كركم صغيره، ونص معلقه صغيره كده من البابريكا. قلبي بقى الكلام ده كله مع بعض. خدت معلقتين كده من الشوربه عشان بس ايه يعني المعجون الطماطم بتاعي كان بيبقى تقيل شويه فنخففه. قلبيهم بقى كويس وتاكدي ان هم كلهم اتقلبوا في البهارات كويس. وندهن بقى الفرخه بتاعتنا كده بالفرشه كده مسحه خفيفه. طبعا الخليط اللي احنا دهنا بيه الفرخه ده ينفع تعمليه في البط، ينفع تعمليه كمان في الحمام. لو مش عايزه تحمريه في الزيت ممكن تعملي له الخليط دون وتدخليه الفرن، برضو بيطلع محمر كده وحلو قوي. كده خلاص هدخلها الفرن تحت الشوايه بس تاخد لون. تعالوا بقى اوريكم ازاي تعملوا طاجن باميه تحفه. حتى لو ما عندناش لحمه هيطلع اكننا عاملينه كله بلحمه. معايا بصلايه كبيره بشراها او مقطعاها على ايدك براحتك، هنحمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي الغامق ده. هجيب الباميه بتاعتي، طبعا الباميه دي فروزن لان مفيش باميه دلوقتي وهديها تقليبه كده الاول مع البصل. هشوحها بس مش هخليها كتير، يا دوب بس هقلبها تقليبه كده. بصوا انا ما جريتش الكاميرا خالص ولا اي حاجه عشان تعرفوا ان انا ما قعدتهاش كتير على النار. هجيب بقى اي حته لحمه بيضه دهنه في التلاجة، وكلنا الفريزر بتاعنا فيه حته الدهنه دي. اي واحده فينا هتفتحي التلاجة بتاعتها هتلاقي فيها حته دهنه كده. هنحطها مع الباميه وهنعصر عصره ليمونه عشان الباميه دي
جاهزه مفرزه من بره، مش انا اللي عاملاها في البيت. فلازم نعصر عصره ليمونه. لو اللي احنا مفرزينها في البيت ما بنحتاجهاش، لان بصراحه احلى كتير من اللي جايه من بره. وعندكم فيديو كامل ازاي تفرزي الباميه وتقعد معاكي طول السنه. هنا بقى خلطين نص كيلو من الطماطم او اقل كمان، على حسب انتي بتحبي الصلصه بتاعتها قد ايه. هننزل الطماطم كده عليها على طول. جربوا الطريقه دي في طاجن الباميه، تحفه حلوه جدا. وهنحط شويه من الكمون صغيرين، وكزبره وبابريكا وشويه شطه والملح طبعا. وهنزود كوبايه او كوبايتين من الميه، او لو في شوربه، بس انا حطيت لها ميه. واديها تقليبه بقى وسيبيها لما تتسبك وتاخد وتدي مع نفسها بقى لما تستوي. هنعمل بقى شويه رز بالشعريه عشان الاكله تكتمل. حطيت معلقه كبيره من السمنه، وهنزل كوبايه من الشعريه، وهفضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. خدوا بالكم ما تسيبوش الشعريه، عشان ما فيش واحده تتحمر وواحده لا والكلام ده. انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الشعريه عامله ازاي. معايا كوبايتين رز مصري مغسولين ومتصفيين. انا دايما بحط نص الرز شعريه. بحب الشعريه كتير في الرز. وهحط ملح. وزودي الرز بتاعك بقى. هنزوده ميه سخنه او شوربه سخنه براحتك خالص، مفيش اي مشكله. الموجود عندك زوديه لحد ما نغطي الرز كده بعقله صباع لفوق. يعني نخلي الرز متغطي كده بشويه صغيرين. نسيبه على نار متوسطه في الاول لحد ما يتشرب كده، ما نقلبش الرز خالص. اول ما نلاقيه اتشرب كده نعمل فيه فتحات بالمعلقه خفيفه كده، ونهدي عليه 10 دقايق ربع ساعه زي الشمعه كده. وكلي بقى احلى شويه رز مفلفلين، رزايه من رزايه زي ما بيقولوا. ومفيش اطعم ولا احلى من كده. على فكره انا زودت الرز ميه، ما زودتوش شوربه، لان انا عاملاه بسمنه بلدي، فمش محتاجه ان انا اتقله كمان بالشرب. هنا بقى كانت خلاص طاجن الباميه بتاعي اتسبك زي ما انتوا شايفين كده، تحفه. هنا بقى انت عندك اختيارين، يعني ممكن تدخليه الفرن لو حابه تدخليه الفرن ياخد وش كده، نحطه في طاجن وندخله الفرن. وممكن تقدميها كده على طول، هي خلاص الباميه استوت. وبألف هنا وشفا. وقدمي فطارك بقى او غداكي او عشاكي على حسب انتي هتقدميه ايه. ما تستغربوش اني بقول عشاء، لان في ناس بتعشى الساعه 7 المغرب والساعه 6، فبالنسبه لها ده عشاء حلو جدا. كده قدمنا الفراخ وعملنا سلطه والرز طبعا اللي عملناه مع بعض، والباميه. وعملت شويه لسان عصفور تحفه زي ما انتم شايفين. وفطار سهل بسيط بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وكل سنه وانتم طيبين. لو لسه بتتفرجي عليا لحد دلوقتي ولسه ما اشتركتيش في القناه، يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان ان شاء الله فيديوهاتي الجديده توصلك. وخدي لفه كده في القناه، فيها فيديوهات كتير ان شاء الله هتعجبك. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحه وستر وخير. تعالي بقى اقولك ازاي تعملي طاجن الرز المعمر ويطلع معاكي بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده، رزايه من رزايه. وطعمه في منتهى الجمال، سهل جدا واي بنوته صغيره تقدر تعمله. وكمان عملت طاجن بطاطس بالبط، ممكن انت تعمليه بالفراخ الموجود عندك. سفره سهله لذيذه كده، ما خدتش معايا ساعه وما خدتش تجهيز خالص. ودي كانت سفرتي، شوربه وسلطه وطاجن الرز وصينيه البطاطس. اتفرجي عليه ان شاء الله، الفيديو هيعجبك قوي. ونسمي الله ونشوف الطريقه على طول. اول حاجه جبت بطاطسيتين او 3 على حسب عدد اسرتك، وقطعتهم تقطيع يعني مش رفيع قوي. وبصلايه وقرن فلفل. حطيت رشه من الكمون ورشه من الكزبره الناشفه. وبعد كده هقلب الكلام ده كله مع بعضه بايدي كده. لو اول مره تشوفيني بقى واستفدتي اي حاجه من الفيديو بتاعي، يا ريت اشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان ان شاء الله توصلك فيديوهاتي الجديده. هجيب بقى البطايه، انا سلقاها عشان البطه بتاخد وقت في السوا، فسلقتها. هي كانت بطه صغنونه كده، فايه قلت اعملها مع صينيه بطاطس. ممكن انتي تعملها مع الفراخ نفس الطريقه دي، بس الفراخ ما تسلقيهاش، قطعيها 4/4 واشتغلي فيها على طول. كده رصيت البطايه. في الوقت ده انا كنت خلطه بقى نص كيلو من الطماطم مع بصلايه، وحاطه له بهارات فلفل اسمر وكمون وكزبره وطبعا ملح. بس كده، دي اول حاجه. صينيه البطاطس خلصت، سهله كده وسريعه وما بتاخدش وقت خالص. هندخلها الفرن، هتاخد تقريبا ساعه. حطيت لها كبشتين كده من الشوربه بتاعت بطه عشان تديها طعم حلو كده. والبطاطس كانت
دايبه كده وطعمها في منتهى الجمال. هسوي الوش وارش رشه زيت من على الوش عشان تديني لمعه كده للخضار بتاعي، لان زي ما قلت لك البطايه بتاعتي كانت صغيره يعني ما كانش فيها دسم كتير. بندخلها الفرن على ارضيه الفرن، بتاخد ساعه بالظبط، وقبل ما نطلعها بنشغل لها الشوايه. حطيت يعني تقريبا معلقتين صغيرين من الزيت مش كتير. هندخلها الفرن بقى ونجهز على طول طاجن الرز عشان يدخل معاها الفرن. اول حاجه معايا 3 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي، وهحطهم في الطاجن. انا عايزه ربع، يعني الرز يكون ربع الطاجن. تعملي انت بقى 4 كوبايات 5 كوبايات براحتك، بس يكون ربع الطاجن. تمام. حطيت معلقتين كبار من السمنه البلدي، وهقلب كده الرز. ولا دهنت الطاجن الاول سمنه ولا اي حاجه، انا حطيته غسلت الرز وحطيته، ومعلقتين السمنه الكبار زي ما انت شايفه كده، وبقلب اغلف الرزايه كلها بالسمنه. تمام. هرش بقى شويه ملح، بس مش هحط ملح كتير عشان انا هزود بشوربه، والشوربه فيها ملح، وسنه فلفل اسمر. هجيب بقى كوبايتين من الحليب زي ما انت شايفه كده، وهحط زيهم كوبايتين شوربه. طب انا لو ما عنديش شوربه، دوبي في كوبايتين ميه مكعبين مرق واستخدميهم. بس ما تسويش الرز المعمر بلبن، بس مش هيستوي. الرزايه هتبقى مدغدغه كده ومش هتستوي. لازم نحط ميه على لبن. هقلبهم واتاكد ان دوبت الملح كويس والفلفل الاسمر. تمام. بعد كده على الوش عندي بقى القشطه بتاعت وش اللبن. انتوا طبعا اللي متابعني من زمان عارف ان انا ما برميش وش اللبن خالص، بشيله بستخدمه في الطواجن بتاعتي، ان كانت معمر او ام علي او اي نوع صوص ابيض، عشان ما اشتريش قشطه من بره. وهدخله الفرن كده. خلاص هو جهز، ما بخليهوش بره ولا اي حاجه. اول ما بحط له الزيادات بتاعته بدخله الفرن. هحطه الاول تحت الشوايه، يعني الاول خالص احطه تحت الشوايه ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنزله ارضيه الفرن جنب طاجن البطاطس. يبقى كده انا عملت غدايه ما كملش ساعه، ساعه ونص بالكتير، وبيطلع بقى زي ما انت شايفه كده. ادي طاجن الرز بسم الله ما شاء الله، خد لون جميل وحلو قوي. ما ولعتلوش الشوايه تاني ولا حاجه، هو عقبال ما استوى كان خد اللون ده، وطالع بقى مفلفل من جوه وطعمه تحفه. وفي نفس الوقت ما حطيناش دسم كتير، فهو خفيف. بشوف ناس بتحط قشطه وسمنه وكريمه لباني. لو انت ما عندكيش قشطه من وش اللبن وحابه تحطي كريمه لباني حطي، مفيش اي مشكله خالص. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله. وهنا كمان كانت طاجن البطاطس طلع. انا حبيت اعمل الاكل النهارده بتاعي كله في طواجن. بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. البطاطس ما بتاخدش ساعه، ما بتاخدش نص ساعه او ساعه الا ربع تسويه. ودي كانت السفره بتاعتي النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واكون ضيفه خفيفه عليكم. ولو اول مره تشوفيني بقى واستفدتي اي حاجه من الفيديو بتاعي، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحه وعافيه وخير. النهارده هنعمل مع بعض نوع خضار تقريبا مفيش حد ما بيحبوش. هنعمل النهارده مع بعض البسله، بس هنعملها بطريقه مختلفه شويه عن اللي احنا متعودين عليها. هتخلي اي حد ياكل عندك البسله يسالك البسله دي عاملاها ازاي، وازاي تسبيكتها طالعه مظبوطه قوي كده. بتكات بسيطه قوي. هنغير طريقه الطبخ بتاعتنا العاديه، هنخليها حلوه قوي. جوش اتفرجي على الفيديو للاخر، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تتابعيني. اول حاجه حطيت معلقه من السمنه وشويه زيت، والماده الدهنيه دي اختياريه ليكي، حطي اللي يعجبك. عندي اللحمه هقطعها مكعبات صغيره، ما بقطعهاش كبيره قوي ادام هحطها في الخضار، ومش بقطعها صغيره قوي، يعني متوسطه كده. مش هحط حاجه عليها غير رشه فلفل بس، وهسيبها بقى كده تاخد صدمه مع نفسها. ما بقلبهاش خالص في الاول. بعد شويه ببتدي، اول ما احس ان هي خدت لون من تحت كده ببتدي اقلبها. بفضل اقلب فيها بقى لما تتشوح من الجنبين كده وتاخد لون خفيف. قلت لكم حاجات بسيطه قوي لكن بتغير لكم طعم الطبخ خالص. معايا بصلايه، او على حسب بقى انت هتعملي خضار قد ايه. حطيتها كده وافضل اقلب فيها برضو، مش عايزاها تاخد لون بس تدبل. بصوا البصلايه دبلت معايا اهي. عندي بقى 3 معالق كبار من معجون الطماطم.
اللي هي الصلصة المعلبة يعني، طبعا دي كانت في الفريزر. هنحطهم كده ونبتدي برضو نقلبهم تقليبة خفيفة مش كتير. وهجيب بقى معلقة صغيرة مليانة من البابريكا، وبرضو نقلبها لحد الصلصة واللحمة والبصل ما كلهم كده يتقلبوا مع بعض. في الوقت بقى ده هكون محضرة الطماطم بتاعتي على حسب برضو انا هطبخ قد ايه. يعني انا عاملة كيلو من البسلة طبعا قبل ما يتفصص، عشان دي هنعمل بسلة فريش، وجزراية واحدة حطيت عليهم اقل من نص كيلو طماطم، و3 معالق من الصلصة. مش هقول لكم طبعا المقادير عشان كل واحد على حسب هو هيعمل خضار قد ايه. وحطيت كوبايه من الميه، وهغطيها بقى واسيبها تتسبك براحتها. تاخد ساعه، تاخد ساعه ونص على حسب نوع اللحمه اللي انت عاملاه. لكن الصدمه اللي احنا بنديها للحمه في الاول دي بتسرع وقت السوا بتاعها، ما بتاخدش وقت كتير زي اللي كنا هنسلقها. كده خلاص اتسبكت، وطبعا من وقت للتاني نقلبها، ولو حسينا ان هي محتاجه شويه ميه نديها شويه ميه، بس تكونوا سخنه، ما نحطش ميه بارده. بصوا حبايبي اللحمه خلاص دخلت في السوا، ما استوتش 100%، لكن خلاص بصوا لما بقطعها بايدي بتتقطع، لان هي لسه هتاخد سوا تاني مع الخضار عشان ما تتهريش قوي. بعد كده هحط شويه صغيرين من الكمون، شويه من بهارات اللحمه او ال7 بهارات، والملح. في البدايه ما حطيتش ولا بهارات ولا ملح في اول الطبخ، بنحطهم في الوقت ده. هنا بقى عندي البسله والجزر مقطعاه صغير كده قد حبه البسله. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، هتطلع معاكم طبق بسله ملوش حل، طعمه حلو جدا وتسبيكته مظبوطه قوي. لو اول مره تشوفيني بقى ما تنسيش تتابعيني وتفعلي الجرس على الكل، وخدي لفه كده في القناه، الفيديوهات القديمه ان شاء الله هتعجبك. هزود كوبايه او نص كوبايه من الميه، بس تكون سخنه طبعا زي ما قلت لكم. وبعد كده هغطيها بقى واسيبها تتسبك براحتها وتستوي لحد ما امسك البسلايه او الجزرايه كده الاقيها استوت. ما بتاخدش تاني نص ساعه، لان البسله ما بتاخدش وقت في السوا. كده هنا خلاص كانت استوت واتشربت نص كوبايه الميه اللي حطيناها. وهنا بقى ممكن انت حابه تحبي الطبيخ بتاعك خفيف، او يعني في صوص كتير او لا، دي براحتك. وده كان فطاري، كان حاجه كده مصريه 100%، ملوخيه ورز وسلطه وبسله. اتمنى يكون الفيديو افادكم باي حاجه، ويا ريت لو استفدتي اي حاجه بالفيديو يا ريت ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناه.